الغاليين أهل مصر، أهلا بيكم في حلقتنا النهارده. دايما بنقول إن كل واحد حر في اللي بيعمله، أنا حر أعمل اللي أنا عايزه وأنت حر تعمل اللي أنت عايزه، وفي مبدأ كده عالمي بيقول أنت حر إن لم تضر. بس في حاجات إحنا اتربينا عليها اللي هي احترام قيمتك، احترام كيانك، احترام وظيفتك. يعني النهارده ما يسمحش إن البدلة العسكرية أو البدلة الميري تقعد على قهوة. ما عمرناش شفنا هذا المنظر. احتراما لايه؟ احتراما لان البدله دي بدله بتمثل الدوله. البدله النهارده بتاعت سواء كان عسكري شرطه او عسكري جيش او ضابط شرطه او ضابط جيش، دي بدله بتمثل الهيبه وبتمثل الدوله. فانا النهارده ما ينفعش اقعد على قهوه، ما ينفعش اقف اشرب شيشه بيها، ده كلام لا يليق بهذه البدله. بالتالي برضو في وظائف ما ينفعش صاحبها يقعد في اي مكان. يعني عمرنا شفنا مثلا مستشار او قاضي او رئيس محكمه او رئيس نيابه او وكيل نيابه قاعد في قهوه. ليه؟ بيحترم الوظيفه بتاعته وبيحترم شخصيته. وبالتالي في النهارده وظائف بتحتم على صاحبها احترام الكينونه بتاعت الوظيفه دي. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان في رمضان اللي فات ده في حصل حاجه انا بشوف ان انا شايف شخصيا ان حاجه عيب كبيره جدا في حق المصريين كلهم ان لم يكن في حق صاحبها. انا النهارده كلاعب كوره من حق اعمل اي حاجه انا عايزها، انا لاعب كوره هاوي او محترف، دي حاجه راجعه لي انا. عملت حاجه كويسه فدي لنفسي، عملت حاجه وحشه فدي لنفسي. يعني ما شفنا مارادونا كان افضل لاعب في العالم وشفناه هو محبوس عشان بيتعاطى مواد مخدره، فده موضوع هو حر، هو اختار الطريق بتاع نفسه. زي ما شفنا بليه لغايه ما مات هو كان اعظم لاعب في العالم، والامثله كتيره في مصر. الا ان انا النهارده في رساله موجهه مني انا شخصيا للكابتن حسام حسن. انت عملت كل حاجه وانت لاعب كوره، كنت عميد لاعبي العالم، كنت هداف التاريخي للمنتخب القومي، وكنت لاعب في كل نادي لعبت فيه كنت لاعب فوق الممتاز، والجماهيرين حبوك. ولا يختلف اتنين على ان انت كنت لاعب موهوب في اي فانيلا لبستها. الا ان وضع حضرتك وانت لاعب سواء في الاهلي او في الزمالك او في اي فريق في العالم يديك حريه تعمل اي حاجه انت عايزها، لان راجع على شخصيتك انت. انما حضرتك المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، فدي مهمة حضرتك بتمثلني، بتمثل 150 مليون مصري، فما ينفعش حضرتك تتحط في حتة لا تليق بالوظيفة دي. يعني ما ينفعش حضرتك تطلع لي في برنامج في رمضان ويستهان بيك ويقلل منك واجي ابص تلاقي كل الكلام ده عشان مقابل مادي. انت يا كابتن حسام قيمة، حضرتك بتمثل المنتخب الوطني المصري، اسمه المنتخب الوطني المصري. يعني حضرتك بتمثل كل مصري على أرض هذه البلد، فما ينفعش يستخف بيك ولا تكون مادة للاستهانة أو تكون مادة للتسلية والضحك. عيب، عيب كبير جدا اللي حصل ده، ودي هفوة أو غلطة لا تغتفر. وأنا لو من مكان سعادتك أطلع أعتذر لكل جماهير الشعب المصري، لأن ما ينفعش القيمة والقامة لمكانة المدير الفني للمنتخب المصري يستهان به في البرنامج ده ويقلل منه بهذه الدرجة ويبقى مصدر للسخرية وللتفاهة ويمكن أكتر من كده كمان. ولكن أنا يعني بإيه بنتقي الألفاظ اللي أقولها، بس فعلا أنت صعبان عليا. اللي عملته ده بتقلل من قيمتك بطريقة غير عادية وبتستخف بوظيفتك وبتقلل منها. أنت فخر لنفسك وفخر لوظيفتك، فما ينفعش ان انت تقلل كده. لازم تنتقي ما تفعله وتشوف انت بتعمل ايه، وما ينفعش يستهان بك لهذه الدرجة. مش كده ولا ايه؟